الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. حلو شاب داعي قال نسيبهم أمن على الدعاء قولوا أمين. اللهم ارحمهم برحمتك اللهم ارحمهم برحمتك اللهم اسكنهم فسيح جناتك اللهم إن كانوا محسنين اللهم اجعل من فوقهم ومن تحتهم نورا وعن يمينهم وعن يسارهم نورا ومن أمامهم ومن خلفهم نورا اللهم افتح لهم طاقة من الجنة تنير عليهم قبرهم اللهم افتح لهم طاقة من الجنة تريحهم إلى أن يبعثون آمين 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 يا رب العالمين بسر النبي وسر ثواب الفاتحة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم اخواتي امهاتي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وتكونوا بأتم الصحة واحسن حال. اذكروا الله لا اله الا الله وصلوا على حبيبنا وشفيعنا سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بحبكم في الله، ربنا يا رب يديمكم نعمة في حياتنا. جمعة طيبة عليكم وعلى حبايبكم وعلى اولادكم، امين يا رب العالمين. تعالوا كده قلنا نروح النهاردة نزور كده امواتنا واموات المسلمين اجمعين، الله يرحمهم جميعا، هم السابقون ونحن بهم لاحقون. طبعا اتفاجئنا ان طبعا هنا الابواب اللي على المقابر بتنسرج. تعالوا شوفوا كده المنظر معانا، والله العظيم الواحد خايف ان هما بيحوش. لقينا الشباب بتسرج الابواب على المقابر وبياخدوها ويبيعوها. بصوا ده قبر يا حبايبي، لقينا الباب بتاعه مجلوع، بس القبر ده مفهوش حد متوفي يعني، معمول جديد، مبني ومعمول جديد، بس ما فيهوش حد متوفي. اصحابه كانوا واقفين معانا وشافوا المنظر بتاع الباب ان هو اتجلع، بس طبعا ايه اغلب القبور مكسرين من عند المفاتيح بتاع من عند الكفولة عشان يحشوها يفتحوها، واللي مش عارفين يفتحوه بيسيبوه. طبعا القبر ده ما فيهوش حاجه، ما فيهوش حد متوفي يعني. حسبي الله ونعم الوكيل. بيفتحوا على الاموات عشان خاطر يبيعوا مثلا باب كده ب 200 جنيه ولا 300 جنيه، ثمنه يكون 2000 جنيه، بيبيعوه ب 200 جنيه ولا 300 جنيه خردة. حسبي الله ونعم الوكيل. بيفتحوا على الاموات كده، ويعني ربنا يسترها. فاحنا طبعا ايه قلنا نروح نزور اخويا ونقرا له الفاتحه كده وندعي له، الله يرحمهم جميعا يا رب ويغفر لهم ويجعل مثواهم الجنه. وهنا يا حبيبي وانا راجعه رحت بقى اشتريت مفارش للتلاجة، طبعا بتحمي الشبك واي فضلات اكل ولا اي حاجه بتوقع ايه على الاكياس دي. فقلت بقى ايه اجيب معايا ايه مفارش ليها كده، وفرشتها. كنت غسلاها من كام يوم وكانت نظيفه يعني. طبعا انا بشكركم على كل الكومنتات اللي كتبتها لي في الفيديو اللي عدى، كل الحاجات استفدت منها كتير والله. ربنا يا رب يحفظكم جميعا من كل شر، امين يا رب العالمين. طبعا حاجات كتير عملتها يعني من اللي انتوا كتبتهولي، وربنا يا رب يحوش الوحش، اللي طبعا اللي مع ربنا ما ينضمش ابدا. عايزه اقول لكم يعني ان انتم مصدقيني في الحاجات دي اللي انا قلتها لكم في الفيديو اللي عدى، يعني مصدقيني بالكلام ده، ولا فاكرين ان انا ممكن اكون بكذب يعني وعشان عايزه مثلا مشاهدات ولا حاجه للقناه وكده. ربنا اللي يعلم، انا صادقه في كل كلمه بقولها لكم، وان انا فعلا تعبانه الايام دي والله العظيم، ربنا اللي يعلم. فادعوا لي كتير كده، النهارده بقى يوم مفضل عند ربنا، وعايزاكم تدعوا لي كده طبعا، ولكم بالمثل. دعواتكم بتفرحني وبتيسر اموري وبتسعدني كده وبتجبر بخاطر، ربنا يا رب يجبر بخاطركم جميعا جبرا يتعجب لي اهل السماوات والارض. طبعا يا حبايبي انا زي ما قلت لكم بشغل القران كتير، وبشغل القران على سوره البقره، ودايما التليفون مشغلاه جنبي، وبقرا ايه الكرسي والمعوذتين كده والحمد لله يعني. انا اللي مع ربنا طبعا مش هجرى ولا حاجه ان شاء الله، وربنا يكفينا ويكفيكم شر اي حاجه وحشه يا رب يا رب. هنا يا حبايبي عملت بقى ايه شويه بسله وشويه رز للعيال كده، وكنت عامله طبق سلطه، وقلت بقى ايه نتغدى كده احنا والعيال.
طبعا بالنسبة لأغلب الكومنتات، يعني في كومنتات كانت بتجيني في الفيديو اللي عدى ان مفيش حاجة، وانها ممكن تكون فيران او جردان او اي حاجة كده. انا والله او قطط، لا مفيش حاجة. بص انا كان عندنا فيران من فترة، وكنت جايبه لهم مصيدة وكنت بسيطهم. يعني ما خليتش ولا اي فار في البيت. كانوا مش عارفة يعني كان كام فار كده. وكانوا ماسكين في عين الحمام، يعني ماسكين في الحمام نفسه، في المواسير بتاعت الحمام. فكنت بحط لهم المصيدة في الحمام، فما خليتش ولا فار. وزي ما قلت لكم من الحاجات اللي بتحصل لي دي انا بس يعني. وانا لما ببقى كويسة، يعني لما مش بيتهيألي يعني ولا ارتباك ولا توتر ولا الكلام ده، ولا ان طالعه من زعل على اخويا وكده، لا والله. انا لما ببقى مش فيها صداع ولا اي حاجه، بتبقى الدنيا حلوه حواليا. فمش وانا فعلا كنت زعلانه على اخويا، وما زلت زعلانه عليه لحد دلوقتي. بس خلاص يعني انا قلت احنا مسيرنا هنروح المكان ده النهارده بكره، اول ما يجي ميعادنا هنروح المكان ده، ورضينا بقضاء الله، الله يرحمه. مش حكايه موت اخويا او كده، لا والله. انا فعلا تعبانه الايام دي، وزي ما قلت لكم الحاجات اللي بتحصل لي دي ان شاء الله ربنا يحوشها باذن الله. وربنا كريم ان شاء الله. وربنا يا رب يحفظكم جميعا يا رب، امين يا رب العالمين. يكفيكم شر اي حاجه وحشه، امين يا رب. تعالوا بقى نكمل الروتين كده عند الوزات بتوعتنا. طبعا يا حبايبي، لما السنه اللي عدت كنت مربيه انتيه واحده، فلما ربيت فطلعت الوز بقى كله المره اللي فاتت. المره دي بقى لما ربيت معاها انتيه، فالذكر بقى ايه ما كسرش على الوز ده، خلى علية البيض طلع بايظ. كانت راكده على 11 بيضه، طلعت منهم 5 بيضات بس، والستة بقى ايه لقيتهم ممششين باظوا يعني. طبعا عشان انا ربيت نتاية معاه، يعني عرفت بقى ان النتايتين ما ينفعوش مع ذكر واحد، لازم نتاية واحدة بس. يلا الحمد لله، بارك الله فيما رزق، ربنا يا رب يبارك لي فيهم يا رب. بس طبعا ما اقولكوش الوز وهو صغير بيبقى شكله جميل واخضر كده ولونه حلو. طبعا هو بيحتاج علف وهو صغير، فانا بجيب له نص كيلو بس علف، وباكلهم كده. الوز مش وكل يعني، جو في الاكل يعني، اكله بسيط. بابا حتى الاكل تحتيه، هو بيحب الخضار البرسيم كده. ان شاء الله بشتري لهم برسيم كده واقصه لهم بقى، لانه الوز هو طالع بيحب الخضار. والطيور نعمة كده في البيت يا حبايبي، زي ما انتوا عارفين كل حاجة خير وبركة في البيت. دايما بحط لهم كده الاكل في الشمس الحلوة دي، علشان خاطر بقى ايه الوزات الصغيرين دول يسهروا كده في الشمس ويدفوا. طبعا بسيبهم مع امهم بتدفيهم، يعني بتاخدهم في المخول دوا وتدخلهم كده وبتدفيهم من الليل لليل. هي بتدفيهم اكتر مني يعني. ايه رايكم؟ انا عارفه ناس كتيره بتحب الروتينات عند الطيور. طبعا انا بحاول ان انا انسى اي حاجه بتحصل لي، واحاول انسى اي حاجه تعباني. وان شاء الله ربنا يعديها على خير. يعني مش شاغله والله دماغي باي حاجه وحشه. ربنا يكفينا ويكفيكم شر اي حاجه وحشه يا رب. وانا زي ما قلت لكم بصلي وبفتكر ربنا، ودايما ذكر ربنا على لساني، وان شاء الله مش هيحصل لنا اي حاجه باذن الله. ربنا كريم ان شاء الله، وربنا يعديها على خير باذن الله. اهو يا حبيبي حطيت لهم بقى الاكل والميه كده. وطبعا انا بحط للفراخ والبطاط وبحط للحمام، يعني بطلع احط لهم الاكل كده وبنزل ايه، بطلع مره كمان في اخر النهار ببص عليهم واحط لهم ميه تاني، ولو في اكل بحط لهم، مفيش خلاص.